هنكمل كلامنا برضو في دردشه اصحاب. كان الاستاذ محسن المره اللي فاتت كان اتكلم وقال ان هو بينصح الشباب ان هم يصاحبوا اللي اعلى منهم. كان بيقصد طبعا اللي اعلى منهم سنا، اللي اعلى منهم خبره، اللي اعلى منهم اخلاقا، اللي اعلى منهم ادبا، عشان كل حد يبدا يحسن من نفسه. هو كان يقصد ايه بالظبط؟ هو اللي هيقول. اتفضل يا استاذ محسن، قول لنا حضرتك كنت تقصد. بقصد انت لما بتقعد مع اللي اكبر منك بتتعلم منه، مش بينزلك افكاره. طبعا بيعدي عليه تجارب ياما اكتر منك في السن اساسا، زي ما انت قلت اللي هو عدى عليه حياه كتيره، شاف موقف واثنين وثلاثه واتعلم منهم. انا اتعلم منه قبل ما احصل الموقف ده معايا. تسمحك بس تعلي صوتك سنه؟ حاضر. انا لازم اعرف الموقف ده هيحصل معايا ولا لا. اصل انا لسه سن صغير، هخش في الموضوع هخسر. بجيبها اللي انا احاول ان انا اجيب نص المسافه اللي هو هيساعدني. من تجارب الاخرين. اللي هو عدى عليه هيساعدني، اللي هو اهم حاجه يبقى معايا، لو حتى اساله افكاره، طب هو عمل ايه. وبرده عشان الاب والام برده، واللي انت وابوك وامك ممكن تسالوه وكده. بس انت لو باباك متوفي، شوف عمك، شوف حد اكبر منك اللي هو متعلم عنده تجارب في الحياه. مش اي حد اساله برضه، ان انت ممكن مظبوط ما يحبكش. طبعا انت في ناس حلوه وفي ناس كويسه حلوه وناس وحشه. ممكن يكون ما عندوش خبره في الحته اللي انت سالته فيها. بس وممكن صح، ممكن مش عنده خبره وبتاع. لازم اعرف الاهل الخبره، مش اي حد اساله برضه. مظبوط صح ولا لا؟ طيب يعني في طريقه معينه تنصحنا بيها او تنصح الشباب بيها؟ كيفيه تنفيذ ده؟ ادور في المكان الصح. يعني ما اروحش ادور على القهوه، الناس بتقعد على القهوه بتلعب، اروح اسال واحد بيلعب كل شويه شايفه قاعد على طول على القهوه. لا، اختار مكان صح. يعني مدرس متعلم، مهندس اللي هو وممكن يبقى مهندس وما يعرفش برضه من تجارب الحياه. في ناس بتبقى مش متعلمه وعندهم تجارب في الحياه، جربوا ياما، دخلوا السوق هم صغيرين، اللي هو اتعلم من صغره، اشتغل عند واحد، وبعد كده واحده ربنا كرمه جاب لنفسه مكان واشتغل فيه، طور من نفسه. ده اللي هتعلم منه. يعني عايز تقول تسال اللي انت حاسس ان هو عنده خبره في المجال مكان سؤالك. مش مجالات تانية. مش اي حد، عشان تاخد منه اجابه صحيحه. وتعقلها وتفكر فيها ولا تاخدها وتنفذها على طول؟ لا، لازم اعقلها وافكر فيها، ولازم اعمل لنفسي دراسه جدول. طب صح ولا غلط؟ لازم اسال وراه. اللي انت برضه بتاخد المعلومه 50%، 50% 50% لا. تعتمد على دماغك اكتر. عشان خاطر ما تقولش يا ريتني، ما تقولش يا ريتني. طب انا سمعت كلامه. لا، انت برضه عندك عقل لازم تفكر فيه. مظبوط. المره الجايه ان شاء الله نتكلموا في مواضيع اكتر من كده، اللي احنا عن الصحاب والاهل وكده. شرفتنا بكلامك الجميل ده. ان شاء الله في لقاء اخر هنكمل الحديث بقيه دردشه اصحاب. اهلا بيكم. اي حد عنده تعليق، عنده فكره، عنده موضوع حابب ان احنا نتكلم فيه، يبعت لنا على الرسائل او في التعليقات، واحنا اكيد هنتابع وهنرد وهنهتم بالموضوع اللي هو قاله. سلام.